هل تخيلت يوما أن هذا الكائن الصغير الذي نراه في حدائقنا يملك أسرارا تعجز عنها أكبر عقول البشر؟ إليك رحلة داخل عالم النحل، ملك الهندسة وجندي الطبيعة الأوفى. الحواس الخارقة. أولا، يمتلك النحل حاسة شم خارقة ب170 مستشعرا. هذه الدقة المرعبة مكنت العلماء من تدريبه على اكتشاف خلايا السرطان عبر شم نفس المريض فقط. ليس هذا فحسب، بل يمتلك النحل نظام GPS طبيعيا، حيث يعتمد على ضوء الشمس كبوصلة دقيقة، ولذلك يفقد القدرة على الطيران في الظلام الدامس. لغة الرقص الغامضة. هل سمعت عن رقصة النحل؟ عندما تجد النحلة مصدرا للرحيق، تعود للخلاية وتقوم بحركات هزازة دقيقة. هذه الرقصة ليست للعب، بل هي لغة رياضية تخبر فيها صديقاتها بزاوية الشمس والمسافة بالمليمتر للوصول إلى الكنز. المجهود الأسطورة. لكي تتذوق ملعقة واحدة من العسل، قام النحل بمجهود خرافي. لإنتاج كيلو واحد يحتاج النحل لقطع مسافة تعادل الدوران حول كوكب الأرض مرتين كاملتين. تخيل كم نحلة ضحت بحياتها لتجمع هذا الرحيق. الهندسة السداسية. لماذا الشكل السداسي تحديدا؟ العلماء قضوا سنوات ليفهموا ذلك، واكتشفوا أنه الشكل الوحيد الذي لا يترك فراغات بين الخلايا، ويوفر أقصى مساحة لتخزين العسل بأقل كمية من الشمع. إنها عبقرية البناء. مجتمع الملكة، وفي كل خلية توجد قائدة واحدة. الملكة ليست مجرد حاكمة، بل هي الأم الخارقة التي تضع 1000 بيضة يوميا. ومن أعجب أسرارهم أن النحل الشغال هو من يقرر صناعة ملكة جديدة عبر إطعامها غذاء الملكات المليء بالهرمونات السحرية. لغز الفراعنة. ولعل أكثر ما يدهش العقل هو أن العسل لا يموت أبدا. عندما فتح علماء الآثار مقابر الفراعنة بعد 3000 عام، وجدوا أوعية العسل كما هي، لم تتعفن ولم تفسد، بل كانت صالحة للأكل وتنبض بالحياة. إن اختفاء النحل من الكوكب يعني انتهاء حياة الإنسان في سنوات قليلة، فهي التي تمنح الأرض خضرتها والبشر طعامهم. أمام كل هذه الدقة والعظمة، لا نملك إلا أن نقول: سبحان الله خالق كل شيء. هذه هي عجائبه التي لا تنتهي. كنت تعلم أن غذاء الملكات هو السر الذي يجعل الملكة تعيش 6 سنوات، بينما النحلة العادية لا تعيش أكثر من 6 أسابيع؟ هل كنت تعرف هذا الفرق الهائل؟ أخبرنا في التعليقات، واشترك الآن في كوكتيل صعيدي للأسرار القادمة.